تعالوا معايا هنعمل معاكم سندوتشات كده صغننه. انساس كده نقانق تحطيها كده على الفطار. في رمضان زي السمبوسك كده، حاجات فطاير سميها زي ما تسميها، هي وحدات سندوتشات صغننه كده. هنعملها بالشوفان وبالميه، هما بمكونين اتنين بس. هنعمل معانا الفطاير بتاعتنا وهتبقى جميله جدا. عندي كوبايه واحده دي الشوفان، وعندي كوبايتين ميه. هحط الاتنين على بعض وهقلبهم وهسيبهم شويه لغايه ما يبوشوا مع بعض. ممكن على فكره الكميه تتضاعف وتحتاجي اناء واسع فعلا كده عبال ما يبوشوا. نضربهم بالهاند بلندر، هياخدوا معانا. بص اهو جبت الهاند بلندر وجبت وعاء تاني وضربتهم عشان خاطر التاني كان مليان. تفضلي تضربي فيهم كده، وانا عايزاها ميه كده، عايزاها سايحه كده وخفيفه. تجيبي عندك كبشه صغيره وتجيبي عندك مقلايه حطيها على البوتاجاز، وخدي بقى كبشه وحطيها في قلب المقلايه بتاعتك، وتستني عليها لغايه ما تستوي. وعلى فكره ممكن تعملي مقلايه كبيره وتعملي فيها كذا واحده، هتبقى جميله جدا. ولازم تفرديها كده كويس، افرديها فرد كويس واستني عليها لما تستوي، وبعدين تقلبيها على الناحيه التانية. تستوي من الناحيه دي تقلبيها على الناحيه التانية، وما تتقلبش الا لما تبقى كده خالص. بصوا زي انا بوريكم اهي، مش لازقه خالص في المقلايه. اقلبيها بقى وتتكي عليها، لازم تتكي عليها التكتين دول عشان لو فيها اي فجوه عامله هوا منسمه هوا او اي حاجه تتسد. بصوا ما شاء الله اهي اتنفخت، عشان خاطر سدينا كل الفتحات اللي فيها اتسدت اهي. وهنبدأ بقى نحطها، نشيلها ونعمل غيرها. جبت عندي جبنة مسموحة في الدايت، وجبت شرايح طماطم تشيلي البذر بتاعها الشرايح، وتبدأي تعملي سندوتشات تقسميها اتنين وتحشيها زي ما انت شايفة كده. هتطلع عندك بالنتيجة دي. واديني انا شغالة وبعمل كله مع بعضه لغاية الكمية بتاعتي ما تخلص. ولو بقت عندك كمية ممكن تشيلها في الفريزر. بصوا النتيجة النهائية بتاعتها، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا 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 ومشبعة على فكرة. وتاكلي منها كده ما تحسيش وتحسيش ان انتي عاملة دايت، تبقي كده متمتعة. لذيذة جدا ورهيبة بدايل السمبوسك. عندك حد معزوم في رمضان وعامل دايت، تعملها له مع الفطار، جميلة جدا، رهيبة رهيبة. انا بعملها على الفطار وافطر منها، لازم نتنوع كده. وقولوا لي ايه رأيكم في التعليق.